أنت تسمعني بالنوبي أيجا جيجيرنا. أيجي يعني أنا. الجيجيرنا يعني بتسمع. أنا اسمي ياسر من جزيرة هيسا. عدد السكان بتاع الجزيرة 6400 نسمة. الجزيرة دي تعتبر أكبر الجزر اللي هي بتقع ما بين خزان أسوان والسد العالي، يعني ما فيهاش مصدر شغل غير معبد فيلة وكده. ابتدينا نشتغل في حاجة اسمها السياحة البيئية. السياحة البيئية دي ابتدينا نستضيف الناس في الجزيرة في البيوت، نسكنهم، وفي ناس بتيجي تتغدى وتمشي أو تتعشى وتمشي، وبنعمل لهم فولكلور اللي هو الفولكلور النوبي. شركة تنمية عرفتها لما جم في جزيرة هيصة، طوروا في المبنى بتاع المرسى بتاعنا كده، لونوه لما شافوا ان الزوار اللي بتيجي في مصر وكده عشان الشكل العام وكده. عرفناهم برضو عن طريق ان هم نجوم عملوا مساعدات، ورش عمل للسيدات من تطوير من الاعمال بتاعتهم. كانوا بيعملوا مثلا حاجات بسيطة، تعلموا حاجات اكتر من اللي هم كانوا عارفينها في الاول يعني. الاسرة بتاعتي كانت عاملة مشروع صغير اللي هو الهاند كرافت وكده. رحت هناك في الشركة بتاعتهم، قدمت الورق بتاعي وقدمت لهم المشروع الصغير بتاعنا ده. كنا بنعمل مثلا 20 طاقية 30 طاقية، دلوقتي لا بنعمل مثلا 100 طاقية 150 طاقية 200 شنطة 300 شنطة. حلمي ان المشروع يكبر ان شاء الله، نتوسع، بدل ما شغالين معايا 8 تنفار ان شاء الله ربنا يوفقني كده ونشغل 50 واحد 100 واحد يا رب ان شاء الله. ان الموضوع يكبر ويوصل للعالم كله باذن الله، والمنتجات بتاعتنا تتعرف كده ان شاء الله يعني باذن الله. الف الف شكر لشركه تنميه ان هي مولت المشروع بتاعي.